زي ما في افلام حزينه ممكن تخليك تحس بالزعل، وزي ما في افلام رعب ممكن تخليك تحس بالخوف، في نوع تاني من الافلام محدش بيتكلم عليه كتير. نوع من الافلام اللي تتفرج عليها تحس بالعجز والفشل، زي مثلا فيلم بيتكلم عن اتنين بيتحبسوا فوق برج مرعب لحد ما حياتهم بتنتهي بشكل مأساوي، او مثلا فيلم بيتكلم عن شخص بيفقد ذاكرته بيبقى معرض للموت في اي وقت. وده اللي هنتكلم فيه النهارده. ففيديو النهارده هتكلم عن افلام البقاء على قيد الحياه اللي مستحيل اي حد يقدر يعيش فيها، وفي اخر الفيديو هتكلم عن اصعب وارعب فيلم ممكن الواحد يعيش فيه. وبما اني هتكلم عن النوع ده من الافلام فلازم اول حاجه اتكلم عن فيلم زي ما انتوا عارفين ان في هوايات كتير ممكن الواحد يعملها في يومه. في ناس مثلا بتحب اللي هي تصور، او في ناس بتحب تلعب كوره، او في ناس بتحب تنام. بس عمرك سمعت عن هوايه الناس كلها بتخاف منها؟ هوايه مش اي حد يقدر عليها، عشان اقل غلطه فيها ممكن تنهي حياتك للابد، وهي تسلق المرتفعات. بصراحه مش عارف ايه الممتع اني اتسلق جبل ضخم او برج طويل واقع برضه في الاخر، في حين اني ممكن بكل سهوله اوصل للقمه من خلال السلم، او ممكن مثلا من خلال الاسانسير. الموضوع بسيط وفي الاخر برضه احس بنفس الانجاز. بس انتوا عارفين في ناس بتحب تجرب اي حاجه، زي مثلا الشخص ده. تمام، الشخص ده اسمه دان. وبصراحه انا مش عارف ليه الواحد ممكن يعمل حاجه هو اصلا مش بيعرف يعملها. ممكن مثلا عشان يبين نفسه قدام مراته اللي هو مش بيخاف من اي حاجه، ويعني متعود يتسلق حاجات زي دي كتير من زمان، الله اعلم. بس اللي بيحصل له في الاخر بيصدم الناس كلها. اللي حصل ان في يوم بنت اسمها بيكي قررت هي وجوزها دان بدل ما ينزلوا ديت وياكلوا سوشي مثلا، او يروحوا السينما ياكلوا فشار، او يعملوا اي حاجه طبيعيه في حياتهم، قرروا انهم يعملوا اخطر حاجه في العالم، وهي يتسلقوا جبل ضخم جدا سبايدر مان نفسه ما يقدرش يتسلق عليه. ولكن كل حاجه بتبدا تتغير. الثقه اللي كانت في دان في الاول كانت مخلياني حاسس ان هو يقدر بسهوله يوصل للقمه، بس اللي بيحصل بعد كده بيدمر كل حاجه. وقت ما دان كان بيتسلق الجبل وصل لمكان معين في الجبل كان جواه حفره، والمفاجاه ان بيطلع منه طائر بيوقع دان من فوق الجبل. بيعافر ويفضل يحاول يرجع لمكانه، بس للاسف الحبل بيتفك من مكانه ودان بيقع ويموت قدام مراته. حاجه صعبه جدا انك تشوف شخص قريب ليك بيقع من ارتفاع زي ده ويموت قدام عينيك. وعشان كده بيكي بتمر بفتره صعبه جدا في حياتها، بتاخد ادويه كتير والعياذ بالله بتشرب خمور. الموضوع وصل لدرجه ان هي حاولت كذا مره تموت نفسها عشان تتخلص من الشعور السيء اللي كان جواها. بس فجاه صاحبتها بترن عليها على اخر لحظه. انا وقتها اتبسطت جدا وقلت الحمد لله الحمد لله ان عندها واحده في حياتها خايفه عليها وبتحاول تهون عليها وتنسيها الزعل. بس لا، البنت دي اكتر بنت شريره في الفيلم كله حرفيا بدون اي مبالغه، وكانت هي السبب في كل المشاكل اللي هتحصل في الفيلم. اول حاجه راحت لصاحبتها وقعدت معاها، وبدل ما مثلا تخليها تعمل اي حاجه تنسيها اللي حصل، بتروح وتقول لها ان في برج بعيد عن المدينه بحوالي 6 ساعات، وانها عايزاها تتسلقوا معاها عشان يعني يكون ذكرى لاحياء موت دان. بجد يعني صاحبتك مكتئبه متدمره من اللي حصل في جوزها، وعايزه تخليها تروح تتسلق برج عملاق. لو انا مكانها مثلا اخدها الملاهي، او ممكن مثلا ناخدها نتمشى ونجيب ايس كريم، حرفيا اي حاجه غير التسلق. للي ما يعرفش فالبرج ده اخطر بكتير من الجبل اللي كان في بدايه الفيلم، عشان ارتفاعه بيوصل لاكتر من 610 متر، يعني قد برج ايفل مرتين. انتوا متخيلين؟ ومش كده وبس، البرج معرض اللي هو يتهد في اي وقت عشان قديم جدا، وكل المسامير اللي فيه حرفيا مصديه ومش هتستحمل اي حاجه. وفوق كل ده مفيش هناك شبكه، مفيش هناك وسائل امان، مفيش اي حد حواليك يساعدك. حرفيا البرج في نص الصحراء، ولو وقعت منه محدش هيحس بيك. بيكي وصاحبتها بيوصلوا للبرج، واول ما بيطلعوا في سلمه من اللي طلعوا عليها بتتكسر وبتقع. اي حد طبيعي وعاقل هيقدر يستنتج ان دي اشاره من ربنا، وهيقول لنفسه ما دام في سلمه وقعت يبقى اكيد البرج ده مش تمام وممكن يقع في اي وقت. بس هما بيعندوا بيكملوا بيوصلوا اخيرا للقمه. المهم بعد ما وصلوا لقمه البرج، بدل مثلا ما يصلوا ركعتين حمد وشكر انهم قدروا يوصلوا للقمه من غير ما يموتوا، راحت البنت دي اتشعلقت على طرف البرج ومسكت بايد واحده عشان صاحبتها تصورها. المهم بعدها كل حاجه بتتغير. بعد ما حققوا هدفهم وتسلقوا البرج وتصوروا وعملوا كل حاجه هم نفسهم فيها، ينزلوا بقى خلاص. يعني اصل هم هيعملوا ايه تاني؟ اكيد يعني النزول اسهل من الطلوع. بس لا، بيكي وهي بتنزل اول ما بتحط رجلها على السلم، مش سلمه بس اللي بتقع او سلمتين، لا ده السلم كله وقع. ولكن على اخر لحظه بتقدر تطلع تاني، بس للاسف طلوعها ده ما بيكونش ليه اي لازمه، عشان هم دلوقتي محبوسين في الجو، مفيش شبكه، والشنطه اللي فيها ميه واقعه تحت. حرفيا الوضع دلوقتي بقى خارج عن السيطره. اول ساعه بتعدي، وتاني ساعه بتعدي، وتالت ساعه بتعدي، لحد ما عدى 5 ساعات من غير اي حل. وزي ما انتوا عارفين وقت زي ده هيكون وقت مناسب جدا الواحد يعبر فيها عن حبه للشخص اللي معاه، كونهم يعني عايشين اخر لحظات حياتهم. بس البنت دي بتقول حاجه بتصدمنا كلنا. بعد ما فقدوا الامل في ان هم ممكن يعيشوا، صاحبتها بتقرر تعترف بحاجه كارثيه. بتقول لصاحبتها اللي كانت بتنام مع حبيبها من غير ما هي تعرف، وفضلوا في علاقه لمده طويله جدا. يا ساتر.
ساتر، انا وقتها قلت اقل حاجه ممكن تعملها مثلا هي تحدفها من فوق البورد وتقع تموت، او مثلا تمسكها من شعرها وتديها علقه لحد ما يغمى عليها، بس كل اللي هي بتعمله اللي هي بتعيط بس. المهم بعدها بيبان عليهم التعب، فكان لازم يجيبوا الشنطه اللي فيها ميه اللي واقعه تحت. صاحبتها عشان اشجع من بيكي هي اللي نزلت بالحبل عشان تجيب الشنطه، بس للاسف بتقع، ولكن صاحبتها بتنقذها على اخر لحظه، حتى وهي عارفه ان صاحبتها كانت بتخونها. بعدين فجاه بتكتشف ان صاحبتها اصلا ميته من بدري، من وقت ما كانت بتجيب الشنطه، وان اللي كانت معاها طول الوقت ده كان جزء من خيالها بس مش اكتر. خلاص دلوقتي الوضع بقى كارثي، عشان لو انا مثلا متعلق في البرج ده مع حد من صحابي الموضوع هيبقى بسيط عادي، ممكن نسلي وقتنا ونلعب لحد ما النجده تيجي. بس تخيل لو انت لوحدك فوق البرج ده والغربان المخيفه بتطير فوقيك 24 ساعه، والظبط ده اللي حصل مع البنت دي، ولكن قدرت تعيش بطريقه عبقريه. بتقتل غراب وتاكله عشان ترجع جزء من طاقتها، بتبعت رساله لابوها من خلال هي تحط التليفون في جسم صاحبتها وتحدفها لتحت عشان الرساله تتبعت، واخيرا النجده بتوصل وبيكي بس اللي بتعيش. يعني قول لي مثلا لو انت في الفيلم ده كنت هتعيش ازاي؟ حرفيا انت لو قدرت تعيش من البرج ده فهيجي عليك وقت والبنت دي هتقتلك بسبب حاجه هي هتعملها فيك، سواء خانتك خيانه قويه او سرقتك او خلتك تعمل حاجه غبيه تندمك عمرك كله. ولو انت قدرت تعيش في الفيلم ده فصدقني مش تقدرش تعيش في الفيلم الجاي، وهو فيلم تمام. انا كنت فاكر ان ده اصعب فيلم ممكن اقدر اعيش فيه، لحد ما افتكرت ان لسه في اخر الفيديو فيلم كارثي مستحيل اي حد يقدر يعيش فيه. الفيلم ده ليه اجزاء كتير وكل جزء فيهم بيتكلم عن نفس الفكره تقريبا، ولكن اللي بيحصل في الفيلم ده مستحيل اي حد يقدر يعيش فيه. للي ما يعرفش فالفيلم ده بيتكلم عن شخص اسمه توماس بيطلع في اسانسير لمكان مقفول ومعزول عن العالم، موجود فيه مجموعه من الناس، والمكان ده مقفول عليه بجدران ضخمه جدا بتفتح في اوقات معينه في اليوم، والمكان ده بيبقى اسمه المتاهه. بس المشكله مش هنا، المشكله في الكائن اللي بيبقى مستنيهم جوه المتاهه دي. بس يا علي هو صعب قوي يعني اني اقدر اعيش في الفيلم ده؟ ايوه، انت لو عشت في الفيلم ده انت هتمر بكميه حاجات اقل ما يقال عنها اللي هي مرعبه. اول ما بتوصل المكان ده انت بتبقى فاقد الذاكره تماما، حرفيا بتبقى ناسي كل حاجه، ناسي اسمك، ناسي سنك، ناسي اهلك، ناسي صحابك، انت ما بتكونش فاكر اي حاجه نهائي. طيب نفترض مثلا ان انت شخص مش عايز يستعيد ذكرياته او عاوز يبدا يعيش حياه جديده تماما، هل برضه هيبقى في مشكله؟ ايوه، بعد ما بتفوق من الغيبوبه اللي انت بتبقى فيها القائد اللي هناك هيمسكك هيستعبدك حرفيا، عشان الناس دي عايشه روتين صعب وصارم جدا، هتزرع وتبني وتربي حيوانات، حرفيا انت هتعمل كل حاجه. اول حاجه هتصحى الفجر ودي حاجه بصراحه مستحيله لو انت شخص نومك بايظ زي، وبعدها ابواب المتاهه بتتفتح، وبعد ما بتتفتح بيجروا مجموعه من الناس اسمهم العدائين جوه المتاهه دي. بس ليه؟ عشان يحاولوا يعرفوا يحلوا اللغز ويقدروا يهربوا. بيجروا طول اليوم لمسافات طويله جدا، وفي الاخر بيحاولوا يرجعوا قبل غروب الشمس، عشان انت لو اتحبست جوه هتموت. ووقت الاكل جبل الرز اللي انت متعود تاكله كل يوم ده انت هتنساه، عشان وقتها بيتحط لك كميات قليله جدا من الاكل ومحسوبه رزايه رزايه، ولو في حاجه انت ما عملتهاش او جربت بس اللي انت تريح شويه هيجي القائد يضربك، وبعد ما يضربك هيحبسك لوحدك في مكان مرعب. زي ما احنا عارفين ان جوه المتاهه دي في وحوش اسمهم الجريفرز، شكلهم مرعب بشكل مش طبيعي، جسمهم عباره عن الات وانسجه وحاجات لزجه، ما تفهمش هم روبوتس ولا وحوش حقيقيه. والاسوأ من كده القرصه بتاعتهم مش زي اي قرصه، مش زي قرصه النمله، مش زي قرصه الدبانه، ولا حتى زي قرصه النحله، عشان لو انت اتقرصت هتتحول لحاجه غريبه، مش هتتحول لكائن متوحش زيه، مش هتتحول لزومبي، لا انت هتتحول لحاجه اخطر من كده بكتير. جسمك يدخل في مرحله من العذاب صعبه جدا. اول حاجه انت بتتشل، بتبقى عاجز عن الحركه لفتره طويله، وبعدها عروق جسمك بتبان بلون ازرق غامق مخيف جدا، هتحس بنار ماشيه جوه جسمك، نار. وبعد ما بتفوق من المرحله دي ما بترجعش شخص عادي، لا انت فاكر الموضوع بسيط، انت بعدها بتبقى شخص عدواني وكئيب، وبتبقى عايز تموت اي حد قدامك، سواء اقرب صاحب ليك، سواء ابوك، سواء اخوك، اي حد قدامك انت تبقى عاوز تخلص عليه. والحاجه الحزينه في الموضوع كله انك بتبقى عباره عن فار تجارب تحت ايد منظمه شريره هدفهم الوحيد انهم يمسحوا هويتك. هما بيقولوا ان هم عايزين يحموا البشر من الانقراض، بس لا، اوعى تتخدع فيهم، دول كدابين وخداعين. بيبقوا قاعدين ورا شاشات كتير، بيراقبوا ضربات قلبك، بيراقبوا موت صحابك، بيراقبوا معاناتك، وفي الوقت ده بيبقوا قاعدين في التكييف بياكلوا وبيشربوا بيناموا وعايشين احلى حياه، وانت بتبقى متعذب جوه. كل ده عشان يجمعوا شويه بيانات بسيطه جدا، وعشان كده اقدر اقول لك بكل ثقه ان ولا انا ولا انت ولا اي حد يقدر يعيش هناك. بس انت لو قدرت تعمل زي ما توماس عمل وبتقتل الوحوش وتهرب، فصدقني الفيلم اللي جاي ده لو انت كنت مين برضه مش هتقدر تعيش فيه، وهو فيلم
تمام. الفيلم ده من اصعب الافلام اللي ممكن الواحد يعيش فيها، عشان للاسف لو انت في يوم لقيت نفسك عايش في الفيلم ده فانت هتواجه اصعب حاجه في الكون، وهي الوحده. ايوه الوحده هي كابوس لاي حد. في دراسات حذرت من التاثير الجسدي اللي ممكن تسببه الوحده، ووضحوا ان ضرره ممكن يعادل شرب 15 سيجاره يوميا. انتوا متخيلين؟ بس يا علي، هو الفيلم ده بيتكلم عن الوحده بس؟ اكيد لا، بيتكلم عن حاجات كارثيه اكتر. للي ما يعرفش، فالفيلم بيبدا بشخص اسمه تشاك شغال مع شركه شحن عالميه، وفي يوم زي اي يوم عادي تشاك كان قاعد مع عيلته وبياكل عادي جدا، بس فجاه بيجيله اتصال بانه لازم يسافر لماليزيا. بس هنا بيحصل حاجه بتغير احداث الفيلم كله. وقت ما الطياره كانت فوق المحيط الهادي جت عاصفه رعديه قويه جدا وغيرت مسار الطياره وخلتها تفقد السيطره، وبسبب كده الطياره وقعت في البحر وكل اللي فيها مات ما عدا تشاك. عاش بمعجزه واغمى عليه في الاخر، ولما صحي تاني يوم لقى نفسه في جزيره معزوله عن العالم ما فيهاش اي بني ادم، مش معاه اي وسيله يقدر يتواصل فيها مع اي حد، مش معاه اكل، مش معاه شرب، ما كانش معاه اي حاجه حرفيا. حاول بكل الطرق انه يلفت نظر الطيارات اللي بتعدي من فوق، بس برضه كان بيفشل. وبالنسبه لشخص كان متعود ياكل انضف اكل ويشرب احسن شرب، وفجاه يلاقي نفسه معزول في جزيره ما فيهاش ولا اكل ولا شرب، دي حاجه في حد ذاتها مشكله كبيره جدا. فقرر بانه يتصرف باي طريقه ممكنه. بدا يجمع جوز هند من الشجره اللي حواليه ويشرب الميه بتاعته، بس للاسف كانت بتتعبه وتسبب له جفاف حاد جدا في بطنه. وبالنسبه للاكل كان بيصطاد كابوريا وبياكلها نيه، فكان بيتعب اكتر. يعني لو انت مثلا بتتقرف من معظم الاكل وبتاكل اكل معين بس، ولقيت نفسك على الجزيره دي، انت غصب عنك هتاكل اي حاجه حواليك، حتى لو انت هتاكل ورق شجر. ولما تشاك كان بيتعب ما بيكونش في مستشفى جنبه يروح لها ولا حاجه، او مثلا ما بيكونش معاه رقم صيدليه يطلب منها علاج، لا بيضطر هو يعالج نفسه بنفسه. اتعور كذا مره من الشعب المرجانيه اللي في البحر، وبرضه اتعور لما كان بيحاول يولع النار بنفسه. حرفيا ما كانش بيعدي يوم الا لما لازم يتعور فيه. بس اكتر مره تعب فيها فعلا وحس بالم شديد لما ضرسه وجعه، وده كان بسبب الاكل الغلط اللي كان بياكله كل يوم. طلع في ضرسه خراج مميت، ما كانش بيسبب له الم عادي، لا ده ما كانش بيخليه يعرف ياكل ولا كان بيخليه يعرف ينام. فعمل ايه بقى عشان يتخلص من الوجع ده؟ ما شالش مثلا الضرس بايده، او مثلا حاول يتقبل الامر الواقع ويعيش بالوجع. ده جاب حذاء تزلج وصخره ضخمه جدا وقعد يضرب في ضرسه لحد ما اتشال، ومن كتر الوجع اللي حس بيه اغمى عليه في الاخر. ولما فاق شخصيته اتغيرت 180 درجه، خلاص شكله اتغير، شعره طول ودقنه طولت ورفع، حرفيا بقى انسان تاني، وبقى مستعد يعمل اي حاجه في الجزيره مقابل انه يعيش ويرجع لمراته. بس المشكله الاكبر انك لو حطيت نفسك مكان الشخص ده هتلاحظ ان طبيعه الجزيره دي ما كانتش هي اصعب حاجه. الصمت هو اللي كان اصعب حاجه على الجزيره دي. محدش يقدر يقعد طول الوقت ساكت والا هيتجنن في الاخر. فاللي عمله الشخص ده اللي هو جاب كوره وبدا يتصاحب عليها، حرفيا بدا يتصاحب على كوره، سماها ويلسون، وبدا يرسم ليها وش ويقعد معاها ويحكي لها ازاي هو واقع من الطياره. بعد مرور اكتر من 4 سنين ويلسون ما بقاش مجرد كوره، ويلسون بقى اعز صاحب ليه. وفي الوقت ده تشاك حاول اكتر من مره لو يهرب من الجزيره، بس كل مره كان بيفشل بسبب الموج العالي، لحد ما في مره صحي من النوم ولقى على الشط لوح بلاستيك كبير، فخده وبدا يستغله بانه يستخدمه كشراع وحمايه من الامواج العاليه اللي كانت دايما بتخليه يفشل من انه يهرب من الجزيره. راقب بعدها المد والجزر لفتره طويله جدا عشان يعرف اكتر وقت في السنه البحر بيبقى هادي فيه، لحد ما جه الوقت المناسب وفعلا طلع للبحر وقدر يعدي الامواج العاليه. بس للاسف تشاك فقد الوعي لحد ما بقى بين الحياه والموت، ولحسن حظه بتعدي سفينه ضخمه من جنبه وبتنقذه. بس للاسف تشاك ما بيرجعش لحياته الطبيعيه، لانه لما رجع لقى مراته حب حياته متجوزه واحد غيره، ومش كده وبس بقى ليها ولاد كمان. تخيل تقعد على الجزيره اكتر من 1500 يوم بتحاول تعافر بانك تعيش وتهرب عشان ترجع لمراتك وعيلتك، في الاخر تكتشف ان هي طول الوقت ده كانت عايشه حياه طبيعيه جدا من غيرك ومتجوزه كمان. عشان كده مستحيل اي حد يقدر يعيش في الفيلم ده، عشان من اول دقيقه لاخر دقيقه هتفضل عايش في معاناه ما بتخلصش. شكرا عشان انت اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر، اعمل لايك على الفيديو اللي لسه ما عملتش، اشترك عشان نوصل ل 70,000 مشترك في اقرب وقت ممكن. اشوفك في فيديو جديد، سلام.